دايما موقفة حياتي ومستنية الحياة المثالية. الفترة اللي فاتت ما كنتش تمام، ولحد دلوقتي بفكر وهو أصلا في حياة مثالية؟ الحياة المثالية اللي ما فيهاش ولا مشاكل ولا خناقات ولا حوارات ولا حد زعلان مني ولا حتى أنا زعلانة من حد. حياة كده كاملة فيها كل حاجة كويسة، أنا كويسة والناس اللي بحبها كويسة ومبسوطين وعايشين آخر تمام من غير أي مشقة ولا تعب ولا حتى مرض. ايه ده؟ ثانية واحدة كده، باينني في الجنة ولا ايه؟ الحياة يا أحبابي لن تخلو من مشاكل وخناقات وحوارات. يوم بقوم كل حاجة تمام، الدنيا كويسة، مفيش أي مشكلة حصلت، بس أنا نفسي مش تمام. أنا قايمة مزاجي متعكر، مش طايقة نفسي، مش قادرة أعمل أي حاجة. يوم تاني هيبقى عندك خطط لليوم وطاقة وعايز فعلا تعمل حاجات، وتيجي حاجة كده على نص اليوم تبوظ لك نص الخطط اللي انت كنت عامل حسابك ان انت تنجزها. عشان كده لازم يكون عندنا فكرة المرونة في يومنا، المرونة في خططنا، وان احنا نقدر نحس بالانجاز حتى لو ما عملناش كل الحاجات اللي احنا كنا ناويين نعملها، لان دايما بيحصل ظروف خارجة عن ارادتنا. ان شاء الله نكملها بكرة او بعده، طول ما احنا موجودين نقدر نكمل. المهم فعلا اننا نحاول. انا لحد دلوقتي بحاول، اوقات كتير قوي بخفق، يعني مش دايما بنجح، مش دايما بقدر ان انا اعمل الحاجات اللي انا عايزاها، بس المهم ان انا ما يأستش من المحاولة. عشان كده فكرت هي ايه الحياة المثالية بالنسبة لي؟ ممكن نقول ايه اليوم المثالي بالنسبة لي اللي هيخليني حاسة بالرضا ويخليني فعلا راضية عن نفسي. اني اصحى بدري مثلا في روقان، ساعة لوحدي اصفي فيها ذهني، اقول الاذكار، اتأمل في اللاشيء، اخطط واكتب اهدافي واكتب الحاجات اللي انا فعلا ممتنة ليها وممتنة لوجودها في حياتي اللي الشيطان دايما بينسيها لنا. ده طبعا بيحصل لي. وبعدها مثلا اشوف ورايا ايه، اشوف الانجاز اللي انا ممكن اعمله ايه، عشان ما احسش ان اليوم ضاع هباء. بس لازم احط في اعتباري، وانت كمان تحط في اعتبارك، ان اليوم لو ما عداش زي ما انت عايز لسه فيه بكره. طول ما بالك مرتاح ورايق تقدر ان انت تكمل الحاجات اللي انت ما كملتهاش امبارح. فما تعكننش على نفسك زيي وتحملها ما لا تطيق. طالما انت بتعمل اللي عليك لازم دايما تحس بالرضا، ودايما هيبقى فيه حاجه ناقصه، ودايما هيبقى فيه حاجات لسه عايز تعملها. ومش دايما الحاجات والخطط اللي انت عايز تعملها هتعملها في نفس الوقت. دايما في ظروف خارجه عن ارادتنا، في تعب، في مرض، بس المهم حاول تتعامل معاها باحسن طريقه ممكنه عشان ما تدمرش نفسك وتدمر كل اللي حواليك. لما انت تبقى مش كويس هتبقى مش كويس مع كل اللي حواليك، مع اهلك، مع اسرتك، مع اولادك. هتبقى دايما متعصب، دايما حاسس بعدم رضا. وده اللي انا بحاول اوصله لكم. انا اوقات كتيره بحس بكل اللي انا قلته لكم ده. انا بتكلم عن تجربتي. بجد حاجه وحشه قوي يا جماعه ان انت دايما تحس ان انت مقصر، دايما تحس ان وراك حاجه، دايما تحس ان انت مش عامل كل اللي عليك، مع انك بتحاول وبتسعى. اوقات بكون محتاجه حد يقول لي الكلام ده، واوقات زي دلوقتي ان انا قادره بفضل الله ان انا اقول لكم الكلام ده. يمكن تكونوا محتاجين تسمعوا الكلمتين دول في الوقت ده. وزي ما بيقولوا كده، الدنيا يوم ليك ويوم عليك. حاول تتقبلها زي ما هي عشان تقدر تعيش راضي ومرتاح. ما تتعبش نفسك اكتر من كده. انت بتعمل اللي عليك، بتحاول على قد ما تقدر تبقى احسن، بتحاول على قد ما تقدر تعمل كل حاجة انت مخطط لها، بتحاول على قد ما تقدر تنجح برغم كل الظروف اللي حواليك. فهي الدنيا كده، حاول تتقبلها زي ما هي علشان تعيش احسن على قد ما تقدر، وتقدر ان انت تنجز في حياتك، وفي نفس الوقت ما تخسرش نفسك، ما تخسرش طاقتك، ما تضيعش وقتك الهم والحزن. قدر قيمة كل حاجة حواليك، واعرف دايما ان احنا مش في جنة. شكرا جدا. كانت معكم ألفة تيتي. ادعوا لي اكون بخير، ويا رب كلكم تكونوا بخير. شكرا جدا.